اللي ما اوريكم سلسله الفضايح والفيديوهات اللي معايا النهارده، عايزه اقول لكم ان انا راي محايد لحد ما الحقيقه تبان والحقيقه تظهر للنور. ولازم يتم التحقيق في كل القضايا دي كلها. في ناس كتير قوي يا جماعه متورطه. مروه فتحت بس امبارح وقالت كميه فضايح اكتر من اللي قالتهم قبل كده. قالت لايف واتهمت برضو وفاء عامر وليلى الشبح في موت وسرقه واعضاء دينا مراجيح. فاكرين دينا مراجيح؟ قالت بالنص كده ان هي سرقت فلوسها وسرقت اعضائها وبعد كده اتخلصوا منها. طب كنتوا تسيبوها صحيح تربي عيالها؟ ليه تخلصوا منها؟ في كمية فضايح ظهرت كده مش طبيعية. في حاجة غلط. لازم الناس دي كلها يتحقق معاها، لان القضية دلوقتي بقت قضية رأي عام. ولازم جثة شيك الله يرحمه لازم تتحول للطب الشرعي عشان يثبت حقيقة الكلام ده كله. مش هطول عليكم اكتر من كده وهسيبكم مع الفيديوهات وتقولوا لي رأيكم في النهاية. يا ولي يا ولي، ولا الدهب من هنا لهنا. مدينتي بقيتي ساكنة في مدينتي. الله يرحم، الله يرحم يا ام ساجدة لما كنت بتخطفي العيال مع لوشة. ها، وكنتي فاكرة الواد بوجي محمد عطية ابو السعود اللي كان بيشغلك ومسرحك لما كنت بتخطفي العيال لرهام مرجحة. اها اها، افتح لك بقى ايه؟ هلو افتح لك السيديهات يا وليه، افتح لك السيديهات. اما خد 10 سنين، فاكره يا بت اما لوشه راح خد في عرضك وقعدت تقوقي؟ فاكره يا بت اما روحتي عند مش عارفه في واحد كده تبع بلوجر اما مسكك قطع لك هدومك ولطشك في قلب الشارع وقلعك ملط؟ فاكره يا وليه؟ ها، هتيجي تعملي هنا وستوب يا اختي، لا طلع لك اللي عليكي كله، اللي عليكي كله ده دورك جاي. فاكره البت بتاعت الكوافير اللي كنتوا عايزين تهتكوا عرضها، اللي راحت عند ام انس اللي في الامارات وتشغليها في شقق تبعك وبتداري في الاعلانات؟ اخبار سعد القحطاني ايه؟ اخبار عمر بن المحبه ايه؟ اخبار احمد وهبه ايه؟ كفايه، مش عايزه احرق اكتر من كده المفاجآت. خليني كده اتسلى عليكي كل يوم يا ام ساجده يا شرشوحه.